المحاسبة ستكون مختلفة إن شاء الله. شكرا لك عبد بس الله ترفع طلب سم. شوي ترى حبيبنا هو. عليه بس هو ولا على الباقيين؟ بالدقيق. طيب شكرا لك المدير التنفيذي لبي اف عبد الله الراجحي، يعطيك العافية. بإذن الله ستكون ضيف دائم في مجلس النقد حتى وصول بقية النقاد اللي إن شاء الله ستشاهدونهم عبر شاشة بي اف في مجلس النقد. إن شاء الله راح يكون معنا. أعلن ولا نخليها مفاجأة؟ مفاجأة أحسن. مفاجأة. سم. بعد الفاصل شكرا لك عبد الله. شكرا حبيبي. بعد الفاصل المحاسبة مع محمد الشمري، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية حلوياتك، الحلوى اللي تبيها احنا نلبيها. حياكم الله في مجلس النقد المحاسبة مع محمد الشمري المتسابق السعودي. أهلا وسهلا فيك محمد. أهلا فيك يا مرحبا وسهلا. أبدأ معك من حيث انتهينا اليوم في صلاة العشاء. نعم. فاتتك ركعة، ليش؟ برنامج واقعي. طبيعي ان الواحد يعني يتاخر عن الصلاه، الرسول عليه الصلاه والسلام فاتته صلاه الفجر. لكن أنت ما فاتتك بعذر، كنا حاطين الكاميرا عليك على فكرة وقت البث، كنت تتمشى في ساحة الشهداء. اي تمام، انا كنت ازين القهوه علشان بعد الصلاه للشيخ خالد الخليوي. فعلا كنت ازين القهوه والمجلس علشان اللي جاء بعد الصلاه مباشره يتقهوى الشيخ. القهوة أهم ولا الصلاة؟ لا، ما هو قضيه، هي ما هي يعني ما لها موازنه هي، لكن انا عندنا ضيف والضيف لازم انه نوجبه، وانا ما كنت عارف وقت الاقامه. تعرف في منطقه الساحه ما هو معروف متى وقت الاقامه ولا تسمع صوت، فرحت على اساس انه بلحق على تكبيره الاحرام، وان تاخرت الحمد لله على كل حال. طيب هل تعرف انه في خصومات على اللي يتاخر عن الصلاه واللي تفوتها الصلاه؟ طبعا اللي تفوته 50 كيلو، اللي يتاخر ما اعرف كم كيلو، بس انه في خصم. انت عارف المعلومه ولا لا؟ ايه نعم، سمعت على انه اللي ما يصلي او انه يتاخر عن الصلاه يعني يقضيها قضاء، اما اللي يتاخر عن ركعه ركعتين ما ادري عنها، ولكن بالنهايه انا حريص انت على الموضوع هذا. لا، انا اساسا مسابقتي مو مسابقتي على المسجد ولا على امور، هذا ديني راجع لي انا لما اجي اتسابق في محاور المسابقه المطلوبه. ممتاز. احنا نبغى نشوف التقرير الاول. تفضل. عاده التقرير الاول نوضح في مسيره المتسابق في قلعه كيلو من بدا الى اليوم. حلو. نشاهد التقرير الأول عن محمد الشمري، كيف أمضى 30 يوم داخل القلعة، ونعود لكم في المحاسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد بن طاري الشمري. الهدف ما قبل البرنامج وأثناء البرنامج وما بعد البرنامج هو العمل التطوعي ونشر ثقافة العمل التطوعي. صار طيبك واصل من ذروة سنة، وفي طيب أبوك أحيانا يلحك الشكوك، من باب مصفطية واحترام انك بطيبك ما تعدى طيب ابوك. ابو عساف بالموال هذا يتحدى واسلموا واركدوا ولا ارفعوا لي يديكم. ركدوا يا بدر ذا الليل خلوها ركود، ركدوا يا بدر ذا الليل خلوها ركود، فضه تحيي البث تقدر تقطعه، دعم فضه تحيي البث تقدر. ركدوا يا بدر. اقول من هو ولا؟ قول. ابو سلمان اللي قدامي ولا؟ صح. الله فنان. الذين ساعة الفجر. لا يا شيخ. الله أكبر، الله أكبر، لا اي نعم. تمام الرضا؟ اي نعم. هذا كل اللي عندك؟ لا. 20% 50% من اللي عندك كم؟ يمكن 10%. اوف. اي نعم.
باقي 90% ما شفناها. طبيعي ان الواحد لو كان عمره مثلا 90 سنه معناته ان كل الايام اللي بيقضيها كلها على رتم واحد يصير فيه احيانا يقدم شيء واحيانا يتاخر بشيء، احيانا يؤجل شيء. يعني باقي 90% من محمد الشمري وما شفناها. اي نعم، حتى البرنامج كله ما يقدم محمد الشمري كامل اصلا. اظهر نفسك طيب. حتى انا ظاهر من قبل البرنامج. بسألك الان، المسجد مكان تقول فيه قصايد؟ مكان مناسب انك تقول فيه قصايد اي المسجد؟ نعم، حسام ثابت القى قصيده في المسجد. يعني انت تشوف انه مكان مناسب؟ اي اكيد، الرسول عليه الصلاه والسلام قدم حسام ثابت في المسجد. معك جوال؟ الان في القلعة؟ في القلعه لا. والان؟ لا. ليش تقول الان طيب؟ انت سالتني انه معي جوال، الان ما معي جوال، لكن في البدايه كان معي جوال. متأكد ما معك جوال؟ الان لا. امس؟ لا. ما تشوف تويتر انت؟ تويتر والله ودي اشوف، اشتقت له لكن ما معي. انت ايش رسالتك في البرنامج؟ ما سمعتها؟ كانت في بدايه لا انا التقرير. شفتها، اقول لك وش شفت؟ وش شفت؟ رسالتك انك قاعد تحرض الرجال على التعدد. يا سلام، خوش رساله، هذه في القران. لا مش في القرآن انه تحريض، في لا، القرآن فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وش التحريض اللي انا قلته بالضبط؟ كل ما تكلمت عن الزواج الثانية والثالثة والرابعة يعني أعطيك كلام. اعطني. ذكرت أنك متزوج امرأتان الله يخليهم لك، وتبحث عن الثالثة، وأنك ستزور شمامرة في تركيا لعل وعسى يزوجونك. ليه الحياة أقوى اهتماماتك تعدد الزوجات؟ لا هالدرجة؟ لا، بس هل انا قلتها كل يوم عشان تدري انها اعلى اهتماماتي او لا؟ هذا واحد. اثنين، قضيه ان الواحد يتعدد هذا بالعكس من كمال الرجوله، ترى ما هو من نقصان الرجوله ان الواحد يتعدد في الزوجات. بس اي بس انك مركز على النقطة لا هذه أنا كثير. مركز، يمكن انت مركزت. طب خليني اثبت لك انك مركز على النقطة هذه. يلا ورينا مخرجنا التقرير اللي يتكلم فيه محمد عن الزواج والتعدد، نشوف نرجع لكم في المحاسبة. هنا بتركيا في شمال. والله افكر اني تحوف عليهم. بسير عليهم يمكن يزوجونا بعد. ثالثة؟ اي والله. الله يقوي. والله في شمال هنا يعني تركيا 25,000. مكروه الحين انت. بعد شو؟ يعني يوم مع الساق ولا؟ وش قلت انت؟ دعيت لي؟ قلت الله يوفقك، اللهم لا تجعلنا من المحرضين. انا بدعي لك ويقول الملك ولك بمثل، الله يزوجك. وانت سلم. هو والله العالم انك كذا كل تحت قلت الله يزوجك يرزقك الله. انا اللي صرت بلي مجلس من عاداتنا الحين بالمجلس، اذا صب الفنجال تقول مثلا عشت. لا والله عشت واشرب. اللي منه جاب الدخول، ها البخور، يقول على عرسك. ايوه. فانا ما قهوي، انا بس شغله الدخون علشان الدعاوي. يعني اللي يسمع ويشوفك يقول انه من اكبر اهتماماتك، انت تقول انا ما اقهوي، انا بس اجيب الدخون عشان يقولون يعني مهتم مرة بموضوع التعدد يا رجل. اي والله، يعني التعدد انا اشوف انه يوم كثروا الخوافين في هالوقت هذا اكثر خوف. يا اخي في ناس مرتاح وزوجته، ليش تخرب عليهم؟ ما خربت عليهم، يعني في ناس الان حرضت انا في زوجات الان يقولون الله يكفينا شر محمد الشمري، يقولون ليش؟ يقولون يحرض زواجنا انهم يتزوجون علينا وحنا مرتاحين ومستقرين. ممتاز. طيب عطني لفظ التحريض، قلت يا فلان ليش ما تتزوج ولا اعرس وخذ ثاني وثاني. لا انت ما تجيبها بالطريقه هذه. انت تقول الزواج والله يزوجني الثالثه والرابعه والخامسه. يعني ادعي لنفسي، ما احرض على الناس. طب في مشاهدات يتضايقون من الشيء هذا، ما يهمونك؟ شلون؟ في مشاهدات ايوه يتضايقون من هذا الامر، ما يهمونك؟ يتضايقون ان محمد بيعرس الثالثه والرابعه. انك تدعو كثيرا الى هذا الامر، وحتى اكبر اهتمامات. ادعو لنفسي. ممكن تخفف منها عشان المشاهدات في الايام القادمه؟ ليه يخاف لهالدرجه؟ شلون يخافون؟ ما ادري ليش يعني يخفف، شو المقصد يعني منه؟ ليش يخاف؟ الناس تسال، انت جاوب عليهم. مو هو اكبر اهتمامي انا هالامر هذا اصلا. مو اكبر اهتماماتك؟ انا جالس اقولها يعني كذا، لكن بالنهايه يعني
هن الحريم يعرف ان الرجال هن اذا كانوا بيعرسون عليها ولا لا. وتشوف انه نقص في الحرمه اذا عرس عليها زوجها؟ لا ليش لا؟ ليش من يقول انها نقص في الحرمه؟ يعني انا بشوف وجهه نظر. لا ابدا بالعكس. طب ليش اجل يعرس عليها؟ انا اقول بالعكس. طب ليش؟ لماذا؟ ما هي الاسباب لانه هو الاصل. الاصل انك تعرس على زوجتك ثانيه وثالثه ورابعه. مو على زوجتك، الاصل التعدد. الاصل التعدد. اي نعم. مش الاصل وحده. اي ما قرأت في القرآن مثنى وثلاثة ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. طيب هذا رأي محمد الشمري، يقول الأصل التعدد وليس الزوجة الواحدة. أنت مهايط يا محمد؟ وش تعريف الهياط؟ تعريف الهياط بنشوفه بعد شوي. يلا شوف. بس قبل أنا بسألك أنت مهايطي ولا لا؟ لا علشان أعرف الهياط عشان أعرف. تدخل في أي تحدي تجيب قصايد فيها فخر وزايد عن هذه إذا كان الحاجة. يعني خليني أعرف لك. يعني إيش في شعرك تهايط. أيوة. في كلامك تهايط. أيوة. حتى الحيوانات ما سلمت من هياطك، الحصان ما سلم من هياطك، جيبوا لي حصان أنا آكله. ما تذكرها بذكرك. أيوة. البيض وشربته هياط، قالوا لك مضر لا تشربه، شربته. لو يجيبون لك حصان بتاكله ما عندك مشكلة. يعني للدرجة هذه الهياط خلاك شخص مفترس بتاكل حصان. الحصان هل هو حلال أكله ولا حرام؟ يا رجل ما دخلنا في سالفة حلال وحرام، أنا مش مفتي. أنا أسألك كيف حكمت أنها هياط أجل؟ إيه ليش الهياط في كلامك في شعرك في حديثك حتى في شربك للبيض؟ قالوا لك لا تشربه مضر، شربته. ما هو مضر البيض. طيب أنت مهايط؟ قول أنا مو مهايط إذا ما أنت مو مهايط. لا بس أبغى تعريف الهياط. هل قصدك التفاخر؟ التفاخر الزائد عن الحد. لا إذا كان أنت فاهم الهياط كذا ما هو كذا. الهياط اللي يتفاخر هو ما يفعل ولا يقدر. بس هذا هو، هذا الهياط. وهذه ما هي فيني. أجل وش اللي فيك؟ اللي فيني إذا افتخرت فأنا قدها. إيه بس الهياط زايد عندك نبرة. لأني أنا يمكنني زايد. أنت زايد؟ يمكن. أنت تشوف نفسك زايد؟ لا إذا أنا تحديت في تحدي يقصر عنه قصير الذراع أنا أقلط عليه وأخذ الهام. أنت طولهم ذراع في القلعة على قولتك؟ ليش أنت قصرت على القلعة؟ لا أنا يمكن هياطي برا أكثر من داخل القلعة إذا كان قصدك إني يعني أنت تشوف إنه هياطك برا أكثر من إذا القلعة؟ المفهوم الهياط عندك إنه تفاخر وأنت كفو فأنا مهايطي. أنت أكفأ واحد في القلعة؟ لا ما قلت كذا أنا أسأل كلام. طيب لا في من هو أكفأ منك؟ كل يشوف نفسه أنه هو الأقدر والكفو ويشوف نقص غيره أكثر من نقصه هو. إيه بس ترتيبك يعني أنت تقول أنا كفو، ترتيبك الأول الثاني من 16 في إيش طيب؟ في الكفو. أنت تقول أنا أشوف نفسي كفو في يعني في المرجلة في الدين في كل شيء في المعلومات بشكل عام. خلينا نخليها بشكل عام. بشكل عام صعب، هذا شيء فضفاض في ناس تتفاوت. في شيء على ما قال واحد ياخذ 100% وشيء ثاني ما ياخذ 10% فيه. أنا بوري المشاهدين الآن جزء من هياطك. ورينا مخرجنا هياط عبد الله، هياط محمد الشمري، وخلي المشاهدين يشوفون وراجعين لكم في المحاسبة. زين لحظة متعودين. اختاروا ورقة ثانية. معلش لاني انا الوحيد اللي وقفت ما سويت التحدي هذا، لان قبل شوي قلنا على الاتفاق. حلو. اذا نسويه ولا لا؟ ايه لازم سمعتوا انه لا. لا. يلا غير. طيب غير من عندك. نعطيه هو يغير. ايه من عندك. يعني نعطيه هو يغير ونرد. لا نعطيه هو يغير، نعطيه هو يغير السؤال. اقترح شيء ياخذ ورقه ثانيه إيه. تحدي ثاني وابو عساف يسحب ورقه ثانيه. صح. هاك ثاني. بدون بيض بدون بطاطس. بسرعة. لا لحظة لا تسحب. لا. لحمة نية. ليش يا ابو عساف؟ تعرف خلاص متمني التحدي يطلع لك لحظة تعال بيشربها. تعال هاي بده يشربها. خلاص. لا. ابو عساف والله نحن نشرب. انت مسوي التحدي عشان ما حد يشرب يعني؟ ابو عساف ترى ابو عساف والله العظيم خذ. لا مو مضر. راح كلها. بس كفو يا ابو عساف، كفو عليك. الله يجعل بالعافية. تسلمين حد ربل. الله يجعل بالعافية. مو عرضوا عساف. خلاص بس ابو عساف. انا ما عندي مشكله لو جبت لي حصان كليته الحين.
اشمأزوا يا رجل من هذا الموقف. اشمأزوا. يعني انت عارف المشاهد حساس. الفصفص يأذيك، الفصفص، وتكلمت عنه في مجلس النقد، فما بالك تشرب بيض صحي مو بصحي يا اخي، مو بكذا قدام الناس يا اخي. والله هذه فقرة تحدي، لو جاوبوا أصعب منها سويتها. يعني هياط؟ لا يعني لو قالوا لك اقطع اصبعك قطعته؟ لا. ابى اتحداك انا الان تقطع اصبعك. تدري وش الهياط؟ طب انا بتحداك الان، يلا على وشو؟ تقطع اصبعك. راح هات لي سكين. جيبوا سكين يا لا جماعة. لا راح أنت هات لي سكين. جيبوا سكين نقطع اصبعك. لا أنا أتحداك أنت تقوم تروح تجيب انا سكين. لا انا ماني بقد التحدي، انا بتحداك تقطع اصبعك. جيبوا سكين. خلاص يا صار ما أنت بقد التحدي أنا ما أتحداك. شلون ما اتحداك؟ لأنك انا اتحديتك. ما أنت على مستواي يعني. انا بتحداك الان. روح هات لي سكين وأنا أقيس صبعي قدامك الحين يلا. ولو جبت لك بطلع فاصل ترى وبروح اجيب سكين. لا لا ما بك تطلع فاصل، أبيهم يصورونك وأنت رايح للدنقلة هناك تجيب سكين. ابى اطلع فاصل واروح اجيب سكين تقطع اصبعي. يلا. والله لا لا بدون فاصل، أبي على الهواء. شلون على الهواء؟ على الهواء بيشوفونك وأنت تمشي من هنا. وتقطع اصبعك؟ اي نعم. والله تقطع اصبعك؟ لا اترك الحلف، تعال أنت روح هاته وشوف. لا عشان اروح خاف اروح ما تقطع اخر شيء. طيب يكون أنت كسبت التحدي. لا انا ما ابي اكسب. وأنا طلعت مهايطي صحيح. لا انت مهايط صحيح، في عاقل يقطع اصبعه يا محمد. لا بغض النظر أنا باقي للحين ما قطعت. اي بس انت رضيت بالتحدي، حتى التحدي المجنون اللي لا يقبله عاقل انت رضيت فيه وقلت روح جيب سكين. هذا اكبر دليل انك مهايط يا محمد. لا لا الهياط انك تتفاخر بشيء ما تقدر عليه. طب هذا انت ما تقدر عليه انك تقطع ما تدري انا اقدر عليه ولا لا. بس انا اشوفك اللي اقل منه انت ما قدرت عليه. وشو؟ انك تروح الحين على الهواء وتجيب سكين. لا تخليني اسويها واجيب سكين واطلعك مهايط الصدق لا قدام الناس. ابى اطلعك مهايط ترى. روح وبتقطع اصبعك؟ روح هاته بس وشوف. والله انا احترت فيك صراحه. معقوله كميه الهياط هذه فيك يا محمد؟ لا لا انت تدري وش الهياط؟ انا الهياط اني انا 4 مرات اجيب السكين وبقطع اصبعي. لا الهياط طيب وش عرفها لي الحين انا قلت هذا 4 الهياط، مرات. هذا الهياط. وش لا لا انك ما انك تقول بقطع اصبعي. لا اي تحدي عارف للمشاهدين اي تحدي بدخل فيه عشان اثبت اني رجال وكفو واني انا ما حد قدي هذا هو. طيب غير هالتحدي هذا عطنا محور ثاني. لا لا انا تمشي في التحدي هذا. شرب البيض يا رجل قرفت الناس. لا لا بالعكس ما اباكل حصان، جيبوا لي حصان اباكله. لو اجيب لك ثعبان تاكله؟ كلوه الصاعقه اللي يطيب مني منك. اترك الصاعقه انت بتاكله. لو اجيب لك انا ترى في الصاعقه ان كان ما تدري. انت عملت في الصاعقه 12 سنه في الطوارئ والقوات الخاصه. وما زلت؟ لا تفرغت لك. تفرغت لمين؟ للقلعه؟ لا لا للاعلام. انت ما مش موظف الان؟ لا. من وين تصرف مصدر رزقك؟ ولا عايش في التجاره؟ عندك بزنس؟ تجارة. عندك بزنس؟ اي نعم. نطلع من موضوع الهياط يعني، بس رغم اني ودي اروح اجيب سكين بس ما ودي اكسب اثمك. يعني عندك زوجتين الله يخليهم وعيال وعندك والده اكيد انها تشوفك واهل، فما ودي انك تقطع اصبعك. اعرفك تسويها يعني. طيب خلاص اجل معناته ماني بمهايطي. كم؟ شلون ما انت مهايط؟ تقول اعرفك بتسويها خلاص يعني معناته اني لا مهايط عادي، مستعد تسوي اي شيء عشان تثبت انك انت الكفو. وانت كفو هين، انت كفو. بس في اشياء يا اخي كثيره. طيب اللي بعده. ما عجبك الموضوع؟ انت من والله تاخرنا فيه من دخلت البرنامج وانت صاجن بالقهوه يا محمد. صاج مين بالضبط؟ المشاهدين. ما قهويتهم. يعني كيف تسوي قهوه؟ كيف تصب قهوه؟ مش عارف ايه. اخر شيء كبيت القهوه. اي القهوه تنكب وكل احد يكب قهوه وكل واحد يخطب القهوه. بس انت تدري كم مره كبيت القهوه؟ لا من كثرها ما اذكر. طب تدري انك خسرت القناه هيل وبن عجيب. ايه ورونا مقطع القهوه اللي اشغلنا فيها محمد واخر شيء كبها مش مره واحده، ويقول من كثرها نسيت كم مره. ورونا. ما اسمع لا عادي عادي عادي. عساك سلمت. عسام وشان خير. سلمت. سلامات الدنقل. سلامات ابو عبود. ما بارد ما بارد يا. لا ما وصلتك؟ يعطيك السلامة. سلامات سلامات سلامات. اجر وعافيه اجر وعافيه قلب. اجر وعافيه.
سلموا سلموا. هذه بس يعني مرة واحدة. انت تقول من كثر انا ناسي هذه يعني ما مرة. عندك الا مرة واحدة بس. بطلع بتخلص الحلقة على كبة القهوة حقتك. اي. بعدين تقول خسرت القناة ايش؟ لا انا ادري انك تجيبها على حسابك القهوة. طيب ليش ترفضها أجل؟ ليش تقول كذا؟ كيف خسرت القناة؟ خسرت نفسك يا رجل، بذرت في القهوة من كثر. يعني انت اخطيت قبل شوي وتراجعت الان. اخطيت اوكي. طيب. يلا. وشو؟ يعني القهوة كبيتها حرقت الناس. من هو اكثر من مرة حتى كبيتها. امرها بسيط غيرها. كبيتها على الدنقل. لا نبي جواب، ممكن سؤال اسالك تقول لي غيره. لين الاسئله صراحه جدا بسيطه وما تسوى. بنجيك في الاسئله الحاميه الحين، بس الحين خلينا نبي توضيح منك على موضوع القهوه هذا. ايوه. حتى ذاك اليوم احد المتسابقين الدله كانت موجوده على على الوجار. ايوه. النار. ايوه. الجمر الوجار على قولتك. طيب. يعني ميلان بسيط. قلت عدل الدله، دقيق في امور الدله، القهوه. يعني ما عندك انت يا زواج تتكلم فيه وتعدد، يا دله وقهوه. انت ما لقيت الا هذولي بس؟ اي ما لقيت لحد الان هذول. حتى انا ما شفت اني لابس ثوب متزكرت ومتزين، لاني كنت ما عندك الا بس الملابس. لا يا رجل جاوب انت على الموضوع هذا نفس الطريقه. يعني انا لو بدك بدي تجاوبني على الموضوع هذا ثم بجيك الموضوع اللي اهم منه، اللي هو اجاوب انه يعني ما عندي الا هذه وهذه، صح؟ أي. نفس الطريقه، انت ما عندك الا هذه وهذه. يا سيدي الكريم انا اسالك عن القهوه الان. ايه. انت ما تتضايق من نفسك انك تكبها كثير اكثر من مره، حتى من كثرها تقول انا ناسيها؟ الامر هذا اول شيء. يعني هل هي رجه فيك انك تكب القهوه؟ هل هي من حماسك الزايد انك تبي تطلعها بشكل جيد، حريص عليها؟ ليه يعني؟ انت تشوف اني فيني رجه؟ لا. حلو. تشوف اني متحمس زياده عن اللزوم؟ ايه. مثل ايش؟ مهايطي. وش الهياط؟ جاوبتك قبل شوي. مثل؟ تقول بقطع ايدي. لا، عرف لي الهياط للمشاهدين. تقول بقطع ايدي. لا عرف لي الهياط. اني لازم اطلع الكفو وانا اللي ما حد قدي في كل شيء. واطلع كفو؟ ما ادري. لا اللي هايط هذا اللي يقول انا اللي لازم اطلع كذا. لا اللي يطلع هايط ولا- اللي هايط بعض الاحيان يطلع كفو، بعض الاحيان ما يطلع كفو. يعني انا احتمال اني اكون ماني كفو. بعض الاحيان في بعض التحديات انت يوم أكيد ما تقول راح تقدر عني عليه. انا مهايط، يعني احتمال اني اطلع في وقت من الاوقات انت اني الحين تسالني كفو. ولا انا اللي اسالك؟ لا انا اسالك. لا انت هنا عشان تجاوب، مو لا عشان تسأل. عشان اسالك بعد. لا شلون هذا؟ الضيف ما يسال، يجاوب في عرف الاعلام. ايوه. الضيف يجاوب ايوه. والمذيع يسال، صح؟ طيب بس انت الحين انت تقول اعلامي وتعرف، صح؟ بس انت الحين تبي يعني تشكك الناس فيني انا، هل انا كفو او لا؟ انا وش قلت لك قبل شوي؟ قلت لك انت كفو، هذه ما يحتاج، لكن طيب. انت مهايطي في نفس الوقت. طيب والمهايطي احتمال، انت الكفو قلتها مره والمهايطي قلتها 20 مره، وتقول احتمال المهايطي يكون كفو واحتمال لا. يعني هل انا مهايطي احتمال؟ طيب وش تعريف الهياط يا محمد؟ انا اسالك الحين، هل انا احتمال انا ما اعرف تعريف الهياط، ممكن تعرفه لي؟ هل انا احتمال اني اكون ماني بكفو؟ يعني هل في نظرتك انت؟ هل في تحدي قطع اليد بالسكين؟ ايه اتوقع انك مستحيل تسويه. يعني اني انا ماني لا اترك تحدي السكين، انا اقول لك انت تقول مهايطي. هل انا اتكلم في تحدي اليد. يعني ما تبي تجاوب انا حكمت من تحدي اليد انك صعبه يا محمد انك تقطع يدك. اترك هذا، انت اللي حطيته انت، وزي ما يقول وانت قلت جيب السكين وبقطعها. انت اللي حطيت التحدي هذا ولا هو بشيء، لكن انا اتكلم عن انك تقول انك مهايطي. رجاء اعطيك دليل ثاني انك مهايط محمد، تسمح لي؟ وش مهايطي؟ ابس. المهايطي اللي انه احتمال كفو احتمال مو بكفو. تدري انك تقول انا عندي ارض على سطح القمر، انت تقول عندي بلك تجاري على سطح القمر. اسمعني انت تقول الحين اعطيك دليل اني انا مهايطي. اعطيك دليل ثاني الحين. طيب اني انا مهايطي، صح؟ إيه؟ تمام. يا رجل لا تقول لي كفو مو بكفو. انت قلتها. لا انا غلطت في هذه، اسحبها. اوكي؟ تسحب ايش؟ كفو مو بكفو، تعريف الهياط انا اسحبه، الناس وش يعرفون. طيب اجل وش الهياط؟ يلا جاوب. انا اسالك انت الحين، انت عديت علي 20 مره، ابي افهم انت من منظورك وش المهايطي؟ اللي يقول انا عندي ارض على سطح القمر. اترك هذه. لا كل ما جبت لك شيء قلت لي اتركه. انا اقول لك قل للمشاهدين وش المهايطي عشان يعرفون منهم محمد المهايطي اللي في نظرك. وش تعريف الهياط عندك؟ طب انت مهايطي ولا لا؟ ممكن اكون مهايطي ممكن لا، بس بعرف من عندك. طب انت جاوبني. وش تعريف الهياط؟ جاوبني عشان نطلع من ذا النقطة يلا، لأنها ضايقتك. واشرب شاي كرك. لا تقهوى. كرك على حلوياتك زين. كرك وحلوياتك كذا. على طرياها، ليه ما يجيبون لك حلويات هنا؟ عشان ما نرفع السكر عندك. كيف الضغط؟ لا ما ارتفع ضغطي، بالعكس.
تبي تعلمني وش الهياط ولا لا؟ لا. زين. اجل لا تقول محايطي. طيب انا بيك انت تعلمني، انا ما افهم، علمني وش الهياط. الهياط انا ما اعترف بها كمصطلح هذا، لكن انا اقول اللي تفاخر وهو كفو يحق له. طب عرف لي الهياط لو سمحت. ما اعرفه، انت اللي تعرفه. شلون ما تعرف؟ انت قلت 20 مره معناتك انك تعرفه، انت راسي على مصطلح معين وش تعريفه؟ طيب اللي يقول انا عندي ارض على سطح القمر، هذا مهايطي ولا مو مهايطي؟ سالفه يا اخي جاوبني على قد سؤال. سطح القمر هذه ما كانت اصلا يعني سالفه كذا يعني نكته. لا انا بثبت لك انها ما كانت نكته، بس انت جاوبني الان. اللي يقول لا تثبت لي ولا تطلعها في تقرير لانها تافهه. زين من وجهه نظرك، بس من وجهه نظر الناس هياط. يعني ممكن احتمال انهم انها هياط، يعني انا مصدق كلامي يوم اقولها. اثبت لك الان ان الناس مصدقين انك انت كنت تقول اني انا اتكلم صادق. غيرها. طيب ترى والله ما جبتك شيء ما تسوى وتنزل قيمه مجلسك. لا انت ما جبتك شيء. انك 30 يوم محمد الشمري موجود وما تطلع الا هالسوالف هذه. لا عشان اثبت لك انك تهايط. انا جاوبني الان. اللي يقول ان عندي ارض على سطح والله ما اعرضها، لو جاوبتني ما راح اعرضها. اللي يقول انه عندي ارض على سطح، تقول والله ما راح اعرضها. لا مو هددي، انا واثق باللي يقول. يا تاج راسي انا ما هددك، اسمعني. اللي يقول عندي ارض على سطح القمر، تمام، هذا مهايطي ولا مو مهايطي؟ لا هذا رجال يمزح مع اخوياه ويسولف سوالف عادية. ولو قال لهم يا اخوياي تراي انا صادق في اللي قاعد اقوله. عادي طبيعي انه يقول انا صادق، بس انه اهم شيء انه ما حلف بس. طيب لو حلف يصير مهايطي؟ شلون؟ لو حلف يصير مهايطي؟ لا يصير تسذو. واذا ما حلف وقال لهم انا صادق؟ اتركها هذه. لا بالله مخرجنا طلع لي عشان يعرفون الناس كميه، يعني ما اعرف. محمد انت اكبر من كذا، انت عندك مخزون. انا اكبر من كذا. المره انت ما جبت لها السالفه التافهه هذه. عشان انا مستغرب منك التفاهات يا محمد. طلعوا لي سالفه سطح القمر وعندي ارض عليها وعنده بلك يا جماعه الخير على سطح القمر، طلعوها يا كبرها عند الله. يصير ممكن رحله على القمر. شنو عملت هو قاعد يمزح الحين؟ انا الحين جالس اتكلم معك صار له ساعه الحين يشرح لك الموضوع. مخطط جاهز، بس باقي كل شيء. بس باقي الكهرباء، باقي كل شيء. اي باقي انترنت واي فاي هناك واصل. لا اله الا اي بس ممنوع استخدام الجوالات. استغفر الله. ممنوع تعيش واقعي. اول ما تحط البصري اول ما تحط رجلك اليمين في سطح القمر لازم تسلم الجوال على لا يمكن ما تحط رجلك لانك تعرف تلعب انت، ما في جاذبيه. محمد الكمالي يقول، حتى يقول تفكره قاعد يمزح معك. اسمه يوسف الكمالي. اي يوسف الكمالي يقول تفكره يمزح معك، حتى انت قلت لا انا صادق قاعد اتكلم. اي طيب غيرها. الجمهور يمكن اعقل منك وعارف وش اكيد الجمهور اعقل مني ومنك. لا يمكن منك انت. مو بعقل منك الجمهور؟ انا يمكن على نفس مستوى الجمهور، لاني قلتها عارف من هو الجمهور اللي وراي. يعني انت تشوف انك اعقل ولا الجمهور اعقل لا منك؟ انا وياهم انا عارف عقلهم فماشي معهم بنفس المستوى. انت اعقل من انا اقول الجمهور اعقل مني ومنك. انت تشوف الجمهور اعقل منك ولا لا؟ الجمهور اعقل مني. يتفاوتون. فيهم اعقل منك؟ اكيد. اشوى الحمد لله. بغى يقول انا نفس الجمهور. لا كويس انك ما هايط في ذي. انت قلت في الاذاعه اللي يصوت الفضه له مني بضاعه هاي كواليتي من الصين وجايبها بنفسي. يعني اول مره اشوف واحد يقول للجمهور صوتوا عشان اعطيكم هديه، هذا مو هياط بعد؟ شوف يا احمد، كلمه الهياط لا تعيدها رجاء. ضايقتك؟ اي لانك انت ما انت فاهمها اصلا. الناس تضايقوا. طيب يا محمد والله العلي العظيم، واعطيك الهاشتاج انا مستعد الان لو تبي اخر المحاسبه ولا بعد البرنامج تشوف كميه الناس اللي تقول محمد الشمري مهايط. وش يقولون؟ محمد مهايط. طلع لي الحين. والله لو اوريك اياها بعد الان. ابشر جاوب لي على السؤال على مباراه الله. لا ما بيجاوب عشان ما حد يكتب من اخوياك. طلع لي سريع. طيب الان اطلع لك. جاوبني الان. تفضل جاوب محمد. يلا شوف طلعت. والله انه هياط وبقوه، عادي يقطع ايده اذا احد اتحداه. والله لو معي عقل ما اسويها. هذه واحده الان فتحت عليها الهاشتاج بس. طيب. تغريده واحده غير الكثير بعد. طيب
يعني انا المراه هذه تقيمني اني انا مهايطي ولا لا؟ هذا وش قصدك بالمرة يعني؟ لا أنت هذه مستحقر الحريم؟ لا مرة؟ ماني مستحقر. اي مرة تقيمك، شو المشكلة؟ لا ما تقيمني. ما تقيمك مرة؟ لا تقيمك انت، انا ما تقيمني. اوف 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 اي نعم. اوف مستحقر الحريم لا انت. ماني مستحقرين، بس ما يقيم من المرة تقيم والرجال يقيم، وش المشكلة؟ لا انا ما تقيمني مرة. اوف شو المشكلة في الموضوع؟ انت ما تقيمك مرة؟ اي نعم. مستحقر النساء؟ لا ماني مستحقرين. كيف ما تقيمك مرة؟ ما تقيمني. يعني لو قلت شعر مثلا وجاء تقييم تصويت الجمهور فيهم نساء وفيهم رجال وقالوا مثلا انه جيد ولا مو جيد، ايوه ما يقيمون؟ في فرق ما بين تعترف؟ شلون تصويتي يختلف عن التقييم. التقييم يعني شو حكم. الفرق؟ حكم. حكم. طيب هل قصيدة محمد الشمري جيدة؟ تصويت خاص بالنساء. طيب انا ما عرضت قصايدي. يا اخي انا اقول لك مثال. أيوة. هل مثلا اعطيك مثال؟ أها. هل شخصية مثلا محمد الشمري حلوة ولا لا؟ تصويت خاص بالنساء. طيب. قالوا مثلا لا، ما تعترف بتقييم النساء؟ تعرف الاستفتاء بكون انها تقيمني انا معناته تقييم، معناته اني انا اقتنع في التقييم. بس انت هذا. تقول انا ماني مقتنع. ما تقيمك مرة. اي لا ما تقيمني مرة. انت تقيمك مرة؟ ايه ممتاز. امي تقيمني إيه. وافتخر وتاج راسي تقييمها. إيه. زوجتي تقيمني، اختي تقيمني، الجمهور يقيمني وافتخر فيهم. وتمشي على التقييم هذا؟ امشي ما امشي شيء ثاني، افتخر فيهم لا في واعتز فرق. انا لا انت تقول ما تقيمني تمشي على التقييم انت. اذا كان صح هي امشي عليه. إيه وأقدر. اذا كان صح. إيه الرسول قبل الحق من الشيطان بعد. طيب في فرق بين اذا كان صح. اذا كان صح تقيمك مره ولا ما تقيمك مره؟ اذا كان صح انا اقبل الصح اصلا. اذا كان صح مره تقيمك ولا ما تقيمك؟ انا اقبل الصح لو كان من يهودي. انا جاوبني الان، تقيمك مره اذا كان صح ولا ما تقيمك مره؟ انا اقول لك انا جبت اللي ابعد منها. اكيد اقبل الصح. من المره. إيه وتقيمك المره. لا. ها صح تقييمها. طيب اذا تقييمها صح. تقييمها وشلون؟ إذا يعني انا ما اروح لها اقول قيميني، عرفت شلون؟ هذا هو المقصد. اكيد ما راح تروح لها، بس انا وريتك تغريده الان لامراه تقول ها جد مهايطي، الشمري هياط، ايه مهايطي، محمد الشمري مهايطي، اقرا يلا. شمري ما تقول الا تفعل، كفو. هذا عبد العزيز الدوسري. ها جدا مهايطي وهي المجازفه وهو المجازفه والمغامره الخطره بقصد التميلح والاستعراض. محمد الشمري مهايطي. شو انت قريت الان؟ وكلهم فيهم رجال وفيهم حريم. والان تقول ما تقيمني مره، تتعالى حتى على النساء. لا في فرق بين اني انا اروح واقول قيموني. يعني انت عندك النظريه الجاهليه انه المراه اقل من الرجل؟ لا انا ما تكلمت في هذا. طب انا اسالك الان. تحفظ على رايي. لا ابغى رايك الان. لا مو هو ضروري اعطيك اياه. ليش تتحفظ؟ كيف؟ المراه اقل من الرجل؟ هذه موجوده في الشرع، ما تعرفها؟ وش اللي في الشرع؟ ما تعرف انت الرجل والمراه سواء؟ انا اسالك الان. انا اسالك بعد. لا انت ما تسالني، انا اسالك الان. اجل ماني بجاوبك. انت ما تاخذ هل المراه يا محمد اقل من الرجل؟ انت تسال اسئله وانت اصلا ما تعرف اجوبتها وش هي. انا جاهل، نورني فقط. انا جاهل، نورني. لا ما اللي ما نورك الله، ما منورك. يعني هل المراه اقل من الرجل؟ وش حكمها في الشرع دي؟ ما ادري. اعطني اللي بعده. شلون اعطني اللي بعده؟ كل ما اعطيتك شيء قلت اعطني اللي بعده؟ اي لانه فعلا حلقه اعتبرها فاشله من الطراز الاول. لانك مهايط. لا تقول مهدر الصك اقلاص الحين. شلون تسكني؟ مو انا، الجمهور يقول. تحدني الحين وشوف ايش يسوي. طبعا ما راح اتحداك. اي لان اجز ادعق. يعني انت تشوف مدة اليد هذه رجولة؟ كيف؟ مدة اليد. لا تتلفظ علي انا ما اتلفظ الجمهور، انا نقلت لك الجمهور. لا تتلفظ علي بلسانك. وريتك الجمهور. لا تقول مهايطي. طب وريتك الجمهور محمد، وريتك الجمهور ولا لا؟ انت قلتها بلسانك تقول مهايطي. انا ما اعلم الجمهور، انا ماني جالس مع الجمهور، انا جالس معك انت الان. شلون ما عليك؟ لا انا ما علي من الكلام اللي يجيني من الجمهور اللي تقراه علي، انا علي من اللي بيني وبينك الان. طيب انا علي من اللي يقولها الجمهور الان. ايوه. ليش تتضايق منه؟ ما ضايق، انا حاسبك على يعني كلامك، انا ما حاسبك على انا يوم قلت لك مهايط يا محمد نقلت لك اللي قالها الجمهور. أيوة. وتقول بصكك بالكاس، وانا ناقل لك الكلام اللي قاله الجمهور. طيب تشوف هذا التصرف صحيح؟ وش هو؟ انه بصكك بالكاس يعني رجوله يعني كذا. اي نعم. لما انك ما تعديت حدودك، كل واحد له حد. مو كلامي يا محمد. ها؟
مو كلامي والله يا محمد، هذا كلام الجمهور. اي زين، عطنا غيره. إذا أنت ما تتحمل الجمهور يا محمد، ايوه يعني ما أدري، حتى النساء غلطت عليهم، وأنا أعتذر لكل النساء اللي غلط عليهم محمد. ما غلطت على احد. إلا تقول ما تقيمني مرة. ما تقيمني مرة، هذا رأي شخصي لي أنا. ما أعرف، يعني والله كنت محضر لك شيء حلو في هذا النهاية. وين الحلو؟ يعني كنت محضر لك شيء عن والدتك الله يحفظها. ايوه وش محضر؟ ما أعرف والله يا محمد أنت. وش محضر عن والدتي؟ وش محضر؟ أنا مضطر أنهي الحوار معك. ايه عبرك واسعد. طيب يعطيك العافية. السلام عليكم. يعني ايش؟ الله يوفقك. امين وياك. بس اذا كان في بالك شيء قله وانا موجود. لا بختم، أنا من حقي. السلام عليكم. زين، أنا اضطريت أنهي الحوار مع محمد. أخطأ على النساء ولم يتحمل كلام الجمهور عنه. نقلت له كلام الجمهور قال بصكك بالكاس. يعني أعتقد إذا وصل الحوار إلى هذا الحد من يعني الكلام فلا داعي لإكماله. خلونا نشوف التقرير الخاص بمحمد. ألقى قصيدة حقيقة كانت جميلة عن والدته، لم يستطع إكمالها. كنت أنوي أن يجعله يكمل هذه القصيدة هنا. شاعر جيد ممتاز، ولكن يعني نشوف التقرير ونرجع لكم. طيب ايش رايك نسوي؟ انت صاحب دائما يا ابو عساف، دائما صاحب مبادرات ومفاجآت دائما وابدا امام الشاشات وخلف الكواليس. احنا نبي الجمهور فضه. ها؟ يستاهلون والله يستاهلون. طيب وش رايك؟ جمهور فضه وبدر. لا كي كذا تحرجنا والله يا ابو عساف. طيب احنا نبي طال عمرك اي واحد يشارك في كيلو 28 يصوت الفريق فضة، وإذا اليوم أعلنت النتيجة بأن فريق فضة. مش هذا التقرير مخرجنا، خلونا نشوف التقرير الخاص بقصيدة الأم الخاصة بمحمد الشمري ونعود لكم في مجلس النقد. جاهز مخرجنا؟ يلا نشوف ونرجع لكم. قال اكتب شيء عن الأم. قلت لو كنت بوفيها من الشعر طاروق. يا الله يسعدك. بسم الله. الله يلوم اللي يلومك. استعن بالله. الله يحفظك. لو كنت بوفيها من الشعر طاروق لنحت لها صم الصخر من خفوقي، ولا جيب ما جابه من الشعر مخلوق للنابغة للمعي لبن شوقي. لو كنت بوفيها من الشعر طاروق لنحت لها صم الصخر من خفوقي، ولا جيب ما جابه من الشعر مخلوق للنابغة للمعي لبن شوقي. أمي مكانتها على الراس من فوق. حسان الله يلوم اللي يلومك. خلوه ودها بالحالة ترى. عبد الرحمن يلا المسابقة الجاية من على دوره. شباب نكمل. حلو نشوف هالمشاعر الطيبة باتجاه من عندك؟ حلو نشوف هذه الكلمات الطيبة للواحد. يعني أنا أعتقد أي حد يحب بعد الله ورسوله تجي الأم. رسول الله عليه وسلم. خلاص ادخلوا بالحكم. ادخلوا بالحكم. فنبي نسمع كلام كذا. هذا يمكن نحن ما شاء الله الواحد يقول إن أنا ما مقصر في والديه، ولكن فوق هذا كله في تقصير. فوق هذا كله في ناس تعق والديه. اسلم ابو عساف. ما عندي قصيد. تمها. يتوقف القصيد. تمها يا اخوك. امي مكانتها على الراس من فوق، متنقله ما بين روحي وموقي. وسلامتكم. الله يسعدك. أهلا وسهلا بكم في مجلس النقد. دعونا مشاهدينا الكرام نشاهد المقطع الذي اختاره الجمهور ليكون هو المقطع اللي ما عليه كلام، ونعود لكم في مجلس النقد.
المسلم ترى داعي في الأصول الثلاثة. اعلم رحمك الله أنه يجب تعلم 4 مسائل: أولا العلم، ثانيا العمل به، ثالثا الدعوة إليه، أخيرا وشو؟ الصبر على الأذى. فحنا الآن عرفت الآن أن في ناس مشوهين صورة الإسلام، فيجب أنك إيش؟ تصبر. يذكر وهذا شيء معروف ومنتشر يمكن وكثير يرى، امرأة في أفريقيا تدعو إلى التنصير، تبشر بالتنصير. يقول أنها كانت تحلق رأسها موس، فكان يقول ليش تحلقين شعرك؟ قالت بدل ما أجي كل يوم أرجل الشعر وأتعب بتنظيف شعري ذا، يمديني أتنصر 2 ولا 3. تستغل الوقت. إيه، من شدة دقتها على الوقت وحرصها على الوقت. فمثل الحرص منهم ودقتهم على الوقت من باب أولى، وجهودهم أقوى، هم أموالهم تدفع أكثر، مع ذلك بركة الإسلام الله يكرمك يا أبو حمد. تنتشر. إذا هذا كان هو المقطع الذي ما عليه كلام اختاره الجمهور ليكون معنا في مجلس النقد. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مجلس النقد. تذكروا دائما في مجلس النقد لا حصانة لأحد. ألتقيكم غدا على خير في أمان الله. هذا البرنامج برعاية حلوياتك، الحلوى اللي تبيها احنا نلبيها. هذا موضوع خارج عن إرادتنا تماما. لو سمحت